تعودي كل يوم تاكلي طبق فاكهه لوحدك. اعملي لك طبق فاكهه كده وزودي قوي من الفاكهه اللي ريحتها حلوه زي الاناناس زي الجوافه زي الحاجات دي، لان اللي داخل من جسمك بيعكس الريحه اللي خارجه منك. انت لو قعدتي متعوده على ده فتره طويله هتلاقي ان ده بيفرق جدا في ريحه عرقك، ريحه نفسك، ريحه قدمك، ريحه اي حاجه خارجه منك بتكون لطيفه جدا على عكس قبل كده. عشان خاطري مهم جدا تعملي تحاليلك كلها. شوفي اي فيتامين ناقصك في جسمك، فيتامين د وده الشائع اللي بيكون ناقص في جسمنا اغلبنا، فيتامين د اي نوع فيتامين ناقص في جسمك خديه وعوضيه من دلوقتي، عشان بعد كده هتحسي ان الموضوع اتقل واصعب. لو محتاجه تخسي في الوزن خسي، علشان ده هيساعدك جدا في اختيار الفستان، في ثقتك بنفسك، في راحتك في اليوم ده. ما تروحيش قبل الفرح بكام يوم تعملي جلسه تنظيف بشره، لانها مش هتساعدك في حاجه، هتضرك في شكل الميك اب. لو عايز تعملي حاجه زي دي خليها قبل الفرح ب3 ل4 اسابيع. نضفي بشرتك كويس قوي عن طريق ان انت ترطبيها، تغسليها بغسول مناسب، ما انتش محتاجه اكتر من المرطب والغسول. في الشتاء الوش بيكون جاف جدا جدا، فلو عايزه حاجه زياده معاكي في الترطيب استخدمي في الروتين بتاعك هايلورونيك اسيد. عندك مسام واسعه وخايفه منها في شكل الميك اب في الفرح استخدمي لك نياسيناميد. ابدأي في الروتين ده من بدري شويه، يعني لو انت لسه مثلا باقي على فرحك سنه ما تقوليش ده لسه بدري، ابدأي دلوقتي. ليه؟ علشان اخر شهرين قبل الفرح دول هتكوني غصب عنك متعكننه جدا، متوتره جدا، خايفه، عندك مليون حاجه شغلاكي، بتنزلي تعملي مشاوير لكذا وكذا وكذا، ممكن ما يكونش في حد بيساعدك، فمش هيكون عندك وقت تهتمي بنفسك، هترجعي اخر اليوم مقتوله وعايزه تنامي. هتهتمي بس مش في كل الايام، فابدأي من بدري على قد ما تقدري. ولو لسه باقي على فرحك مثلا شهر 1 ولا 2 وخايفه وحاسه انك ما لحقتيش، لا انت لسه قدامك وقت، ابدأي من دلوقتي حالا. تمام. قبل الفرح برضو بشهر ونص روحي مثلا اعملي تحاليل كتب الكتاب عشان تبقي خلصتي منها، ما تعمليها انت وخطيبك بسرعه واخلصوا منها. وطبعا قبل الفرح بشهرين ابدأي ان انت تكوني يا اما خلاص حجزتي الدريس بتاع فرحك، يا اما تبدأي ان انت خلاص بقى تخططي انت عايزه ايه، عايزه ستايل شكله ايه، تشوفي الاماكن اللي انت حابه تروحيها وتاخدي منهم مواعيد. ما تروحيش مكان اتيليه فساتين من غير ما تاخدي مواعيد. كل المعلومات دي هتفيدك قوي. ولو محتاجين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليها، ولو تستدعي فيديو هعمل لكم فيديو. باي.